صحيفة هارتس منذ أيام قالت: تل أبيب تصلي للرب بأن يحفظ سلامة النظام السوري وتعتبر بشار الأسد ملك إسرائيل. أعيد تاني معلش. حسن نصر الله بيقول إن اللي بيتعامل مع مبارك كأنه بيتعامل مع إسرائيل. طب نشوف اللي بيتعامل مع الأسد. حليفك يا نصر الله مع من يتعامل. هذا الكلام يعني قاله الإسرائيليون ليس من عندنا. صحيفة هارتس الإسرائيلية قالت منذ أيام: تل أبيب تصلي للرب بأن يحفظ سلامة النظام السوري وتعتبر بشار ملك إسرائيل. طيب، برغم تصريحات الأسد الأب والابن المعادية لإسرائيل إلى أنها كانت شعارات ثم استخدامها ضد أي مطلب شعبي سوري لتحقيق حرية التعبير والديمقراطية، في تقرير بعنوان ملك إسرائيل أشارت صحيفة هارتس الإسرائيلية إلى حالة من القلق تنتاب الأوساط الإسرائيلية من احتمال سقوط نظام بشار الأسد بدمشق، مضيفة أن الكثيرين في تل أبيب يصلون من قلوبهم للرب بأن يحفظ سلامة النظام السوري الذي لم يحارب إسرائيل منذ عام 73 رغم شعاراته المستمرة وعدائه الظاهر لها. وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من تصريحات الأسد الأب والابن المعادية لإسرائيل إلا أن هذه التصريحات لم تكن إلا شعارات خالية من المضمون، وتم استخدامها لهدف واحد فقط كشهادة ضمان وصمام أمان ضد أي مطلب شعبي سوري لتحقيق حرية التعبير والديمقراطية.